ايه ده؟ دود؟ بتهزروا؟ مش هكمل. شفتوا موضوع الدود اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده عن عربيه برجر اسمها ماما بتاعت شاب مكافح جدا. فاحنا جينا النهارده وعندي رسالتين، واحده لصاحب العربيه وواحد للفود بلوجر. ليه كل الاحترام في البدايه وفي النهايه برضك. نشوف كده، احنا جبنا واحد فراخ. انا كنت عايز اجيب كذا حاجه بس لقيت كلهم اختلاف صوصات بس مفيش اي حاجه تانية. اول حاجه انا كنت شايف له فيديو جديد اللي هو كان فيه علب كده جديده مش عارف راحت فين، والبطاطس كانت مختلفه عن دي كده، فمش عارف برضك راحت فين. بس ده مش موضوعنا، اهم حاجه الجوده. نشوف بقى المكونات بتاعه من جوه. ده شكله من قريب. العيش اول حاجه، لا العيش صابح. دي قطعه الفراخ على حته خيار، الجبنه بتاعتنا، وتحت فيه شويه ايه خس كده ماشي. في شاي دود وهيكون في دود وانتوا مش عايزين تقول ماشي. ده اول واحد نركن هنا. نيجي على التاني، ده فراخ دبل، ده قصدي سماش دبل. العيش برضك، الصوصات هنا بس سهلت العيش شويه. طبعا اللي هيقول لي ايدك ومش ايدك، انا جاي بس معلش عندي وجهه نظر جاي ابينها، فمش هينفع يعني ايه ابين ان انا ايه بتاع ايجيبت خالص. مفيش اي حاجه زي ما انا شايف كده، مفيش دود ولا في اي حاجه. والحاجه بصراحه سخنه قوي يعني انا ما قدرتش استخدم اللحمه. ده بقى حجم البطاطس اللي بتيجي معاه. طبعا ده صوص نزل من الساندوتش غرق يعني الدنيا، ممتصين شويه بالصوت. ناكل بقى ونقول اهم حاجه ايه راينا في الحاجة. بسم الله. السندوتش ده سعره 70 جنيه. انا بقول له انا شايف السندوتش ده يستاهل ازيد من كده. السندوتش عليه تركي مخلياه في حته تانية، مش في حته تالية اللي هي 9 و10. طعمه ممتاز، التتبيله بتاعته ممتازه. البطاطس مع احترامي الشديد ليك بس هي شبه مسلوقه، فنهتم بالبطاطس شويه لانها تعتبر شبه مسلوقه. ده بقى الايه قنبله. وده السماش بقى الاصلي بتاعه. ونصيحة تانية عشان المصداقية، الزيت محتاج يتغير بس شوية باستمرار، لان انا حاسس الزيت ايه جاب 3 عين اهله كده، فاحنا محتاجين نهتم بالزيت برضك شوية. نصيحة اخوية يعني. قول بسم الله. طعم المشروم باين. السندوتش العيش كل حاجة فريش. بس انت كنت شايف لك فيديو بتقول عايز تبقى عندك 30,000 فرع حول العالم. انا بحترمك جدا وانت بني ادم عندك كمية قبول فوق الوصف. السندوتش كويس بس انت لازم تحاول ان احنا نحسن من نفسنا. اللحمه باين عليها انها مصنعات قوي، باين فيها سنه طعم لانشون كده او حاجه. فهي يعني ايه بالنسبه لي الفراخ احسن منها. يعني ده سعره 100 جنيه الدبل، وده الفراخ سعرها 70. انا بالنسبه لي الفراخ احسن منها بكتير. محتاجين نتك على الجوده بتاعت اللحمه، سواء هتغلي السعر او اي حاجه، بس نتك على جودتها. بالنسبه للشخص المحترم اللي هو الفود بلوجر كان عامل قبليه وطلع دوده، انا مش طالع اغتابه واغلط فيه لان انا مش عارف نيته ايه. بس هو الراجل ممكن، انا النهارده جاي من 5 ساعات سفر من طنطا لبورسعيد، كان مطبق من امبارح، كان عندي امتحان 3 من الامتحان جيت. فانا يعني عايز اقول لك دنيتي، عندي امتحان بعد بكره معايا الفاينل، ما رحتش الدرس وجيت هنا بورسعيد. انا بقول لك ممكن يكون هو جه وحب ان هو حته الدود يطلع لحد بعد كده، فهو يعني في ناس بيبقى عندها ضمير زياده عن اللزوم، فهو بيحس ان الحركه دي لو طلعت مع حد تاني يعني هو عايز يبين الطريقه. يعني عايز ايه، انا جيت وعملت ريفيو خلاص، انا ربنا ما ستركش خلاص، يبقى في كل واحد وليه وجهه نظر. فهو الراجل يحترم، ممكن تكون غلطه هو حاسس انها ممكن تتكرر تاني. هو الخاص انا شفته كان محطوط هناك على الارض، فاحنا هنا في جنينه، هو جنبه جنينه، فممكن اي حشره تطير منه لان الناس كلها بتشرب وتاكل وتشرب وترمي هنا حاجتها هنا في الجناين، ففي حشرات وفي دنيا بس. فيعني ايه ممكن يكون ده راي الراجل المحترم ده ومفيش اي حاجه. بالنسبه لك انت حاول انت تحسن من جوده اللحمه، وانا جاي لك والله مخصوص عشان حاجتين، انت عندك القبول في وشك، وعشان انت يعني عجبني موقف ان انت انسان وفي مسمي المشروع بتاعك باسم مامتك، لان مامتك هي السبب في ان انت تقف الوقفه دي. فانا احترمت فيك حته اللي انت مقدر والدتك، وحته اللي انت يعني شايل جميله لحد النهارده، وكمان عملت مشروع باسمك، ولما سالوك قلت حصر 1 2 3. فدي الحاجه اللي خلتني اجي 5 ساعات واروح 5 ساعات وانا مطبق. فيعني سلامي للحاجه كتير، وانا بدعمك والله، وبقول لك السندوتش مش سيء، بس انا عشان انت عايز انت بالجوده دي هتقف مكانك عادي والدنيا جميله وكل، بس انت عايز تتحسن وعايز تكبر. فانا من رايي نحسن اللحمه. بالنسبه للفراخ اوعى تلعب فيها عشان ما تبوظهاش، ممتازه. انا بقول لك اهو السندوتش ده انا لو جيت بورسعيد تاني لازم اجي اكل من عندك. تمام. انا معكم عبد الرحمن الجبري، مع السلامه.